الحساسية والمناعة، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمعاق. ونسعد الآن أن يكون معنا الأستاذ الدكتور مجدي بدران. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. احتفال حضرتك باليوم العالمي للمعاق جاء من خلال نحو مناعة وحياة أفضل. نتحدث عن هذه الندوة. طبعا العالم كله أصبح يهتم بالمناعة، ولكن الاحتياجات الخاصة والإعاقات هناك اهتمام أكثر بالمناعة، لأن اتضح أن هناك علاقة وطيدة بين الاحتياجات الخاصة واختلالات مناعية كثيرة. من ضمنها مثلا لو فرضنا أن في طفل مثلا مصاب بشلل، مصاب بإعاقة ذهنية، مش هيعرف ياكل زي الأطفال العاديين، مش هيعرف يعبر عن الأعراض اللي عنده، مش هيعرف يحافظ على نفسه مثلا من دخان السجاير. إذا كان الطفل العادي ما بيقدرش مثلا يحمي نفسه من التدخين، فما بالك بطفل عنده إعاقة وما عندوش القدرات الذهنية اللي متوفرة عند الآخرين. يبقى لازم نعترف والناس كلها تعرف، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر تعرف إن ذوي الأمراض المزمنة، مش بس الاحتياجات الخاصة، أي حد عنده مرض مزمن بيبقى عنده خلل ما في المناعة. واحد اتنين، إن ذوي الاحتياجات الخاصة أحيانا زي مثلا متلازمة داون اللي هو كان زي الطفل المنغولي، دول بيبقى عندهم أحيانا ميل أكتر لالتهابات الجهاز الهضمي حوالي 13 ضعف، والتهابات البرد والجهاز التنفسي ممكن نزلات البرد والحساسيات ممكن 10 12 ضعف، التهابات الأذن الوسطى برضه عندهم عدة أضعاف الآخرين. فلازم أما نعرف الحاجات دي كلها بيبقى نحتاط أكتر، بنعمل لهم برنامج مناعي بحيث إن هم نقلل من فرص العدوى، نحول حياتهم لحياة أكثر سعادة، بحيث إن نقلل من فترة المرض، نقلل من فترة المكوث في المستشفيات او الدخول للمستشفيات، نقلل من معاناتهم ومعاناه اسرهم اما يجي لهم حساسيات وازمات تنفسيه بالليل، والحاله النفسيه بتاعتهم بتتحسن جدا اما الحاله المناعيه